عقب 10 سنوات من الطلاق البائن بينونة كبرى بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، تعود بريطانيا مرة أخرى إلى الاستدارة وتحديد بوصلتها باتجاه الاتحاد الأوروبي. هذا لا يعني أن بريطانيا ستعود إلى النادي الأوروبي، لكن يعني بأن لندن بدأت تتخذ خطوات من شأنها تعزيز العلاقة مع الأوروبيين والانفضاض من حول الولايات المتحدة والابتعاد شيئا فشيئا عن واشنطن. بريطانيا وفي تصريح أو في مؤتمر صحفي بالغ الأهمية لرئيس الوزراء كير ستارمر، أعلن الرجل 3 أشياء رئيسية. الأول، أكد على انتهاء الشراكة والعلاقة والتنسيق مع دونالد ترامب بعد أن يأست المملكة المتحدة والأوروبيون من تقلبات الرجل وتقلبات مزاجه ومن الإهانات والشتائم، والأهم من ذلك من الانفكاك والابتعاد الأمريكي عن الأوروبيين وعن حلف الناتو. لندن أو ستارمر قال بكل وضوح بأن حرب إيران ليست حربنا ولن نخوض الحرب، وهو يخاطب ترامب وجها لوجه ويقول له بأن بريطانيا تعلن اليوم الاستقلال التام عن القرار الأمريكي. ستارمر قال هذا الكلام في وقت ترامب في أشد الحاجة لأي غطاء من بريطانيا أو من أوروبا، لأنه وحيد معزول في حربه التي شنها لوحده ومن تلقاء نفسه ومن رأسه ودون مشاورة أحد. وبالتالي ستارمر يقول اليوم لترامب: اذهب وحيدا فإن لندن لن تقاتل معك. ثانيا، الرجل أكد على أنه في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم وتحديدا في أوروبا، أكد على أن بريطانيا قادرة على التعامل معها، وأعلن عن رزمة وحزمة من الزيادات في الأجور وتدخل للحكومة من أجل التعامل مع الأزمة المعيشية، ما يعكس استقرارا في المملكة المتحدة وأيضا ثقة لدى الحكومة بقدرتها على عبور هذه المرحلة. ثالثا، وهو المهم أو الأهم، قال بأنه يجب ترميم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. ونتذكر هنا أن كير ستارمر قبل أن يكون رئيس وزراء وقبل أن يكون رئيس لحزب المعارضة في بريطانيا، عندما كان عضوا في حزب العمال كان مسؤولا عن ملف بريكزيت، وكان الرجل يضغط ويعمل من أجل البقاء في الاتحاد الأوروبي. أخيرا، واضح أن بريطانيا التي هي وفرنسا وألمانيا يشكلان بيضة القبان أو أهم 3 دول رئيسية، وبريطانيا هي أهم دولة في الاتحاد الأوروبي، واضح أنهم يئسوا وضاقوا ذرعا بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن اليوم نحن أمام إعادة تشكيل التحالفات. المملكة المتحدة تميل نحو الأوروبيين مرة أخرى، أمريكا لوحدها، وهناك قرار بات واضحا، وحتى استطلاعات الرأي في المملكة المتحدة تشير وتؤكد إلى رغبة لدى البريطانيين بالتقارب مرة أخرى مع الأوروبيين والابتعاد عن الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب عزل أمريكا، وترامب جعل صورة الولايات المتحدة في أمريكا مشوهة، لدى الولايات المتحدة الأمريكية في بريطانيا مشوهة، البريطانيون ومزاجهم العام ضد أمريكا ترامب.